السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفه جديده ونهار جديد. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم ان شاء الله بصحه جيده وباحسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الكيك اللي كيجي رائع واكثر من رائع في الشكل وفي المذاق. نبداو هذا الفيديو بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هذا الكيك هذا كيجي معلك وكيجي خفيف بالفواكه الجافه. كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاهل ديالكم مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش بلي لايك فضلا منكم وليس امرا. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه وعلى اي حاجه كتكتبوها في حقي الله يخطيكم. شكرا بزاف. هنايا البنات هذا الكيك كما قلت لكم كيجي اكثر من رائع، خفيف وكيجي معلك في نفس الوقت واقتصادي. غير بجوج ديال البيضات كتوجدوا هذا الخير هذا. تبارك الله ما شاء الله، كيكه اللي عائليه وغزاله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم كما قلت لكم في اول الفيديو وتعجبكم ان شاء الله وتبارطاجيوها مع الاهل ديالكم ومع الاصدقاء. بسم الله على بركه الله. هنايا البنات عندي في هذه المقله هذه كاس ديال الفواكه الجافه. ها نتوما فيه الفواكه كلهم مشكلين، اللوز، القرقاع، البيستاج، الاكاجو، كلهم الفواكه كاينين تما. اللوز ايفيلي. المهم خلطت هذاك الكاس هنا، كاس ديال السنيده، جوج ديال المعالق ديال الزبده بهذا الشكل هذا، وشويه ديال العسل بلديه. هي هذه ديال الليمون، اي عسل موفر عندكم ديروه. انا المهم عندي هذا العسل هذا ديال الليمون درتو، وانتم ديروا اي عسل كان عندكم. صافي درته هنايا فوق من البوطه حتى كيولي كراميل. هاد السكر هذا وهاد الفواكه هادو صافي، وغادي نحيدها من فوق من البوطه وغادي نديرها في واحد الاطار هكا مربع. يمكن لكم نتوما ديروا في اي اطار عندكم ولا اي مول كما كان عندكم غادي ديروها فيه. انا درتها المهم في هاد الاطار هكا. درتو هنايا في هاد اللاطه هادي، ودرت له كاغ ديال الزبده ودرت فيه هاد الفواكه هادو على هاد الشكل هذا. صافي غادي نمشيها فوق من هاد الكاغط هذا وغادي نخليها على جنب، وغادي ندوز عاد باش نحضر الكيك. كيبقى هاد الفواكه الجافه كتبرد، من بعد عاد غادي نوجد كما قلت لكم الكيك. هنا عندي قريصه ديال الملحه، جوج ديال البيضات. كما قلت لكم هذا الكيك هذا اقتصادي، ما فيهش شي مكونات. هذوك الفواكه الجافه ما تفوتش فيهم 10 ديال الدراهم. هنا جوج ديال البيضات، كاس ديال السنيده، شويه ديال الفاني سائله ولا صاشيه ديال الفاني. وهنايا غادي نخلط هذا الخليط هذا مزيان 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 على هذا الشكل هذا. خليطو جليطو على هذا الشكل هذا مزيان بالضرب اليدوي ولا الضرب الكهربائي اللي كان موفر ولا اللي كان عندكم. صافي من بعد غادي نزيد هنايا كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي نضيف واحد الكاس الا ربع ديال الماء يكون سخون مع معلقه ديال الخل. ديروها في وسط هذاك الكاس. صافي وغادي تزيدوها وغادي تخلطوا مزيان 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 على هذا الشكل هذا. ها نتوما كما كتشوفوا في الفيديو. غادي نزيد هذاك كاس الربع اللي قلت لكم ديال الماء مع معلقه ديال الخل، وغادي نخلط. ومن بعد غادي ندير النواشف. خدات ليا هاد الكيكه البنات كاس ونص ديال الطحين وخماره وحده. الطحين تيكون الطحين الممتاز، انا ديما كنشري هذاك الممتاز كنصاوب به الحلوه، كنصاوب به لي كيك بحال هكا. اي حاجه بغيت نخدمها كنلقى عندي موجود كنخدم به الحلوه ولا كما قلت لكم اي حاجه. صافي هنايا غادي نخلط هكا، نخلط مزيان على هذا الشكل هذا. درت الكاس الاول ضفت فيه ديك الخماره ديال الحلوه فئه 8 غرام. صافي وخلطت على هذا الشكل هذا. خلط على هذا الشكل مزيان مزيان البنات. غادي نزيد نص كاس ديال الطحين، والطحين كيكون مغربل. الا بغيتي تجيكم الكيكه مهويه وكتجي هكا طالعه وكتجي خفيفه، غربلوا الطحين وعاودوا. والطحين هانتوما كتشوفوا كي كيتسلع. صافي هنايا كنخلط كما قلت لكم مزيان مزيان مزيان. وهذا الخليط هذا راه كيكون خفيف ما كيكونش قاصح. وسمحوا لي على هضرتي، راه كتقطع لي، راه قتلني الصهد اختي.
اللي عارف شي بلاصه مبرده هكا نقولها ليا، يكتبها ليا في لي كومونتير نمشي ليها. انا راه بغيت نموت بالصهد. صافي من بعد ما خلطت الكيكه ديالي غادي ندير فوف على هاد الفواكه الجافه وغادي ندخلو الفران اللي كما كنقول لكم دائما كنكون انا مسخناه من قبل. انا البنات سمحوا لي راه غفلت عليها واحد شويه، كان عندي شي شغل اخر مشيت كنقضيه وهكا نسيتها بقات ليا في الفران. نتوما حضيوها وردوا معها البال وما تمشيو حتى شي بلاصه حتى طيب الكيكه ديالكم. صافي هنايا من بعد ما خرجتها من الفران ها نتوما جات على هذا الشكل هذا، جات هكا محمره غير شويه، ماشي زعما طايبه ولا محروقه من الفوق، ولكن في التحت واحد شويه دوك الجوانب تحمروا ليا. ولكن معليش جات لذيذه وجات هكا قلت لكم جات بنينه هاد الكيكه هادي بهذوك الفواكه علكوها وجات هكا. انتم غادي تشوفوا الديكور ديالها كي داير، جات شكلا ومذاقا زوينه بزاف. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. انا جاتني سخونه بزاف ما قديتش نحيد هذاك الكاغط، من بعد حيدته شويه بشويه وهانتوما كتشوفوا هاد الجوانب هادو تحمروا ليا واحد شويه، ولكن كما قلت لكم معليش. صافي هنايا هانتوما شوفوها تبارك الله ما شاء الله كتجي هكا كيكه اللي دايزها الكلام. خلاتها اسماء زوينه بزاف. دوك الجوانب تجمروا واحد شويه ولكن الوسط جا زوين بزاف. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو هذا لا فيديو هذا مع الاهل ديالكم ومع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم. تستحق هاد الكيكه هذه التجريب وتستحق تبارطاجا هاد لا فيديو هذا، لان كما قلت لكم زوينه بزاف وكتجي معلكه زوينه هكا للفطور للكوتي للضيوف لاي حاجه، راها زوينه وهمويه. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم ما تنساونيش بواحد اللايك حتى توصلوا لها حتى لهاد البلاصه هذه فاش كنقطع الحلوه، وما تنساوش اللايك فضلا منكم وليس امرا. لهلا يخطيكم عليا وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، وشكرا على الكلمات اللي كتكتبوا ليا كتشجعوني بهم وكتحمسوني. لهلا يخطيكم، وان شاء الله من المزيد من النجاح والمزيد من التألق والمزيد من الشهوات، وما كاين ان شاء الله غير الشهوات اللي يعجبوكم واللي اقتصاديين. وكندير معكم غير الحاجه اللي اقتصاديه، ما كنديرش معكم اللي فيها شي مكونات اللي صعاب ولا ما في الاستطاعات، ولا دائما كندير معكم غير الحويجات اللي في الاستطاعه ديالكم واللي هكا اقتصاديين. كنتمنى الشرح يكون واضح والفكره تكون وصلات والفيديو يكون وصل. مرحبا بكم كاملين عندي في القناه، اللي دخلوا عندي جداد مرحبا بهم واللي قدام مرحبا بهم وبكم. كاين هذه القناه لهلا يخطيكم. شكرا اللي كيجوني من التيك توك كيقول لي في الخاص حنا مشينا للقناه ديالك وزرناها وشفنا هذاك الشيء عندك زوين ما شاء الله عليك. شكرا بكم، الله يكبر بكم ولهلا يخطيكم. وشكرا اللي كيتفرجوا في القناه ودائما عاجباهم قناتي ومتبعيني لهلا يخطيكم. شكرا بزاف بزاف. وكتعاود هاد اللقطه هذه لان التقديم والنهايه راه بحال بحال. هانتوما كما كنقول لكم خفيفه ومهويه وفي نفس الوقت زوينه بزاف. خليتكم في امان الله.